بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. مطبخ أمون كنت عملت عنه فيديو قصير. المقصد من المطبخ ده مش إن هو متدلع ورايق والكلام اللي كنت بهزر بيه ده سبب من الأسباب. في حاجة تانية، إن أنت دلوقتي دي حتة مطبخ صغيرة وخامة مصري. الخامة المصري مننا إحنا، الخامة المحلي دي عندنا ومبهورين بالأنواع والألوان المستوردة. برضو الخامة المصري لما بتكون لمعتها زي ما حضراتكم شايفين كده بتبقى أدت الغرض وجميلة وعملية، والألوان دي برضو مش وحش. الغرض من ان انا بعمل الفيديو ده اللي هو ايه؟ ان انا يعني بعرف اي حد بيحب او حابب يغير، يجدد، هيعمل من الاول خالص، لسه بيجهز في شقته، هيشوف المنظر، هيتعلم ازاي الشغل النضيف بيتعمل. هنا بقول على شغلي انا نضيف، مش تناكة مني، مش غرور، مش كبر، لا، لان انا بشوف بعينيا شغل ناس تانية بيكون دون المستوى. انت هتحكم ازاي؟ الحاجة بتعيش، مفيش منها مشاكل. بعد ما بتخلص الشغل الناس بتدعي لك وانت شغال، وانت بعد ما بتخلص بسنين بيقابلوك، بيجيبوا لك ناس تانية يعملوا عندك شغل. ده كله بيبقى دليل ان انت عملت شغل بضمير. دي حاجة. الحاجة التانية التالتة او الرابعة، الكابولي اللي هي الحامل اللي شايل الرخام، ده شكل انا بحبه. وفي شكل تاني اللي هو لغاية الارض، الكابولي لغاية الارض، ده برضو جميل جدا ومتانة فوق الوصف. ده اللي انا بنصح بيه. ما تركبش زاوية، ما تركبش زاوية حديد تحت المطبخ. مهما كان مين اللي بيعمل لك الشغل، لازم تعمل يا مثلث يا للارض. ما تركبش زاوية حديد، ما تركبش ماسورة حديد، عشان المتانة مهمة جدا. حتى لو مين قال لك غير كده. وانت كراجل بتاع رخام، ايه اللي دخلك في حديد؟ ايه اللي دخلك في شنيور؟ انت شغلك بالصاروخ واجنه ومطرقه او بهيلتي. ايه اللي دخل الحديد والزوي والكلام ده؟ فانا بقول الكلام ده من منطلق ان انا شغلي بفضل الله محدش اشتكى منه، ودي حاجة افتخر بيها. حاجة تانية، لما حد بيرن عليا من ثقته في كلامي بس من غير ما يعرفني، بيقول لك الراجل ده محل ثقة، انا اسأله واستفسر منه. انا اول كلمة بقولها لاي حد بيكلمني بقول له ده العادي، واللي كلموني كلهم عارفين الكلمة دي، انا بقولها على طول. انا ما عنديش مشكلة مين اللي ينفذ الشغل، بس انا اعرفك المعلومة وبس. ما يهمش مين اللي ينفذ الشغل، المهم انت تكون اتصلت بيا وكلامك معايا فادك بجد واستفدت فعلا. ده كان كل الغرض من الفيديو. وبرضه الرخامة اهي بعد ما اتشطبت كده ملزوقة بأسمنت. لزقت الحلة بأسمنت لأن مش يعني مش ما تستدعيش ان احنا نلزق الحلة بكل، لأن الحلة مش كبيرة. والحلة الحمد لله انا بعملها بأي مادة اللي انا بقترحها، ما بيكونش منها اي تسريب. وارجو يكون الفيديو عجب حضراتكم، وربنا يعوض علينا في فلوس التيك توك واليوتيوب. الحمد لله بعمل الحاجات دي كلها لله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.